السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة الرقاق الطري الفلاحي بطريقة بسيطة جدا، وهنعمله من غير فرن كمان. هنعمله على البوتاجاز من فوق، على عين البوتاجاز. شايفة الرقاقة طرية وجميلة ازاي؟ يلا نبدأ الفيديو. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا معايا ده كيلو ونص دقيق، نزلت عليه بثلاث معالق سكر مطحون. إن ما كانش عندك سكر مطحون، دوبي السكر الحبيبات في قلب اللبن. ونزلت بنص معلقه ملح وقلبت المكونات دي كويس جدا. انا مش هحط خميره ولا احط حاجه، انا هعجن بحليب. حابه تعجني حليب على ميه مفيش مشكله، حابه تعجني بميه مفيش برضك اي مشكله. النتيجه هتيجي معاكي كويسه ان شاء الله. هقلب بقى المكونات وهنزل بالحليب واحده واحده لغايه ما الم معايا العجينه. بس احنا مش عايزين العجينه طريه، لان احنا هنشيلها وهنحطها، هنعملها على البوتاجاز من فوق، يعني هنحركها كتير. عايزين العجينه يابسه شويه جامده. انا سيحت حته زبده ونزلت عليها زبده سمنه الموجوده عندك. نزلت عليها بعد ما لميت العجينه كويس، وهعجنها كويس جدا جدا مده لا تقل عن 10 دقايق، عشان العجينه تبقى ناعمه وهي وجميله كده، واعرف اقطعها. كده هغطيها واسيبها ترتاح معايا ربع ساعه، مش كتير، لان مفيش خميره، مش محتاجين انها تخمر. كده بعد 10 دقايق وربع ساعه العجينه ارتاحت. هقطعها بقى، اقطعها التقطيعه اللي انت عايزاها، بس قطعيها حسب الصينيه الموجوده اللي انت هتحطها على البوتاجاز من فوق. كانت الصينيه بتاعتك كبيره، قطعها تقطيعه كبيره زي بتاعتي كده. الصينيه عندك صغيره، التقطيعه تكون صغيره. كده قطعته كله، هسيبه بقى اغطيه واسيبه يرتاح شويه عشان اعرف افرده على الرخامه، على البطاطيه، على الطبليه، على اي حاجه هتفردي عليها الرقاقه. بس الرخامه بتخلي الرقاقه تسف دقيق كتير. هفرد الرقاقة كده ومن جوه لبره، واهم حاجة الاحرف بتاعتها علشان تبقى رقيقة. لما الرقاقة بتبقى الاحرف رقيقة بتبقى حلوة. هنفضها كده من الدقيق واتك على الحروف كمان شوية، بس ما ترقيهاش قوي، لان احنا على البوتاجاز من فوق مش محتاجين الرقاقة تكون رقيقة، احنا محتاجينها تكون متماسكة، تخينة شوية بالحجم اللي انت شايفاه ده. انا هعمل 2 او 3 اركنهم جنبي مني، على ما اسخن الصينيه على البوتاجاز. انا حاطه الصينيه بتسخن على البوتاجاز. هحط اول رقاقه. النار تكون متوسطه، ولا هي عاليه ولا هي واطيه. لو النار واطيه هتنشف معاك الرقاقه، لكن ولو النار عاليه هتحرق معاك الرقاقه وتديها سوى قبل اوانها. يعني الرقاقه هتستوي بسرعه جدا، هتبقى عجينه من جوه وانت بتاكلها كده هتحس بطعم العجين. لكن لما تخلي الرقاقه على النار متوسطه، الرقاقه بتستوي وبتاخد سواها مظبوط. ادي كمان واحده، كمان اهو، من غير ما تدهن الصينيه اي حاجه، ولا زيت ولا زبده ولا اي حاجه خالص. يا دوبك الصينيه تسخن على البوتاجاز وتنزلي بالرقاق. زي ما انت شايفه كده، بيكون النار متوسطه. ب... على ما بتخلصي اللي على البوتاجاز بيكون اللي انت بتخبزها خلصت. وبسم الله ما شاء الله ما بياخدش وقت. وادي هوت كيلو ونص دقيق، بسم الله ما شاء الله عمل لي اكتر من 30 رقاق. ممكن يقعد معاكي بره التلاجة 10 ايام، لان سواه مظبوط، مش هيبوظ منك. وممكن تطلعي يوم بيومه وتحطيه في الفريزر او في التلاجة من جوه. وكمان ممكن تستبدليه بدل الكريب، بيبقى جميل جدا، انا جربته جميل. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.